وفي ظل إن العالم بيخوض فترة مختلفة في الأحداث، العالم بقى بيضرب في بعضه. ولع الملعب ولع. روسيا نزلت ضرب في أوكرانيا، والصين مكملة تهديدات على تايوان، وكمان قواعد أمريكية محصورة في كل مكان، وتهديدات بضرب إيران. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من كده. الصهاينة ربنا ينتقم منهم لسه مكملين ضرب في إخواتنا. والسؤال هنا، هو العالم رايح بينا على فين؟ بس قبل ما نبدأ انزل حط لايك للفيديو واعمل متابعة للقناة. تقريبا كده الشعب المصري كله ما يعرفش غير حاجة واحدة، فروع بلبن اللي عمالة تقفل. انت بتتكلم جد؟ وأكيد كلنا عارفين مين سبب المصايب اللي احنا فيها دلوقتي، أبو حنان. لا 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 لا، انت بتهزر. ترامب يا دوبك كسب الانتخابات من هنا والعالم ولع من هنا. وجاب رئيس أوكرانيا في البيت الأبيض وقعد يقطع فيه وقال له خلاص فضيناه شراكة. ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. يخلص من أوكرانيا يروح لبنما يقول لهم القناة بتاعتكم دي لازماني. نعم نعم نعم. وفي وقت الراحة بتاعه بقى بيروح للمكسيك وكولومبيا يقول لهم أنا هطرد الناس بتاعتكم دي من عندي. مفيش فايدة، مفيش فايدة. دي بقى الحاجات اللي بيعملها مع جيرانه. تعالى بقى اما اقول لك الحاجات اللي بيعملها في الشرق الاوسط عندنا ايه. قال انا هفضي قطاع غزة من الناس اللي فيه، شوية يروحوا لمصر وشوية يروحوا للأردن، وهحولها لمنتجع سياحي. يا خرا شنو هذا؟ بس مصر رفضت هي والدول العربية، راحوا اللي ما يتسموش رجعوا ضرب في اخواتنا تاني، بس المرة دي أشد من المرات اللي فاتت. وده غير إن إسرائيل مش بتقصف قطاع غزة بس، ده لبنان لغاية النهاردة لسه بتقصف هي وسوريا واليمن. ونيجي بقى لموضوعنا الأساسي، الرسوم الجمركية. وفي يوم الأربع 2 إبريل طلع ترامب في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض وقال أنا حاسس إن دول العالم بتسرق أمريكا وبيستغلوا الموارد والمساعدات اللي إحنا بنقدمها. راح قال أنا هفرض رسوم جمركية على العالم كله، وراح طلع لوحة مكتوب عليها أسماء دول العالم والرسوم المفروضة عليها، أكنه بيقول الدرجات. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. والتقسيمة كانت كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، كل دول العالم حط عليها ضرائب بقيمة 10%، لكن من ضمن 180 دولة اختار حوالي 60 دولة حطهم في قائمة لوحديهم، ودول سماهم دول المستوى الأول، ودول فرض عليهم ضرائب زيادة زي الصين اللي فرض عليها ضرائب بقيمة 34% بعد ما كانوا 20%، وكده وصلوا إلى 54%، وفيتنام 46%، وتايوان 32%، وتايلاند 36%، ودول الاتحاد الأوروبي 20%، وسويسرا 31%، والهند واليابان واللي ما يتسموش، وبعض الدول العربية زي سوريا 41%، وليبيا 31%، والجزائر 30%، ودول تانية كتير. أما قائمة 10% كانت بتضم العدد الأكبر من دول العالم زي مصر والسعودية والإمارات والكويت وتركيا وبريطانيا والبرازيل ودول تانية كتير. قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا؟ والرسوم الجمركية دي خاصة بالواردات اللي داخل أمريكا، يعني أكتر واحد هيتضر في الموضوع ده كله هو المواطن الأمريكي. الحاجة اللي كان بيجيبها ب$30 دلوقتي هيجيبها ب$100. وطبعا ترامب مفهم الشعب إن الشركات هي اللي هتدفع الفرق ده. والرسوم دي شملت كل السلع: عربيات، لحوم، ألبان، قطاع زراعي، أقمشة، تليفونات. ليه؟ والسؤال هنا، هو ليه ترامب فرض رسوم جمركية؟ والإجابة هي إن ترامب بيقول إن كل دول العالم بتفرض ضرائب غير مباشرة على أمريكا، واللي بيسموها الحواجز التجارية غير الجمركية، والسياسة دي بتخسر الاقتصاد الأمريكي، فهو بقى عايز ياخد حقه. وبما إن ترامب بقى رجل طيب فعمل ديسكاونت 5% لكل دول العالم. يعني إيه؟ ترامب صرح في المؤتمر إنه مش هياخد التعريفات الجمركية كاملة. هتلاقي في الكنة الأولى الرسوم الجمركية اللي فرضها الدول على أمريكا، وفي الكنة الصفراء هتلاقي نص الرقم. ولا حد واخد باله مني،
انا وراهم لحد ما ادخلهم الغشه. اللي احنا قلناه دلوقتي ده سبب ترامب هو اللي قاله، اما السبب الحقيقي هو ان ترامب عنده عجز في الميزان التجاري. طب هو ايه الميزان التجاري؟ الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة واردات وصادرات كل دولة. يعني مثال، لو مصر بتصدر بقيمة 1000 جنيه وبتستورد منتجات بقيمة 1500، يبقى مصر عندها عجز تجاري بقيمة 500 جنيه. والعكس صحيح، لو الصادرات هي اللي أعلى يبقى ال 500 جنيه فائض في الميزان التجاري. ترامب وصل للجنان إنه فرض رسوم على جزيرة ما فيهاش غير بطارية. لك عقل. الله ميزك يا حيوان، يا حيوان، الله ميزك. وبسبب قرارات ترامب البورصات العالمية بدأت تخسر بالمليارات، ولغاية النهاردة احنا ما نعرفش العالم رايح بينا على فين. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ولكن قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تدعوا لإخوانكم في فلسطين. ولو الفيديو عجبكم انزلوا حطوا لايك للفيديو واعملوا متابعة للقناة.